معبد كومومبو، احنا ركننا عند البوابة السبعة، بيننا وبين المعبد حوالي 50-60 متر بنتمشاهم كده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين وصلنا معبد كومومبو، هو بيطل على مينا كومومبو بشكل مباشر. طبعا معبد كومومبو مشهور بالخلاف اللي حصل ما بين الإله سوبك والإله حورس. الاتنين اخوات والاتنين اختلفوا على الحكم، فإله العدل قسم المدخل ما بينهم زي ما حضراتكم شايفين المعبد بمدخلين، مدخل يمين ومدخل شمال، مدخل للإله سوبك ومدخل للإله حورس. وكانوا الناس بيحبوا الإله حورس أكتر من الإله سوبك، وطبعا الاتنين موجودين على النقوش، سوبك برأس تمساح والإله حورس براس صقر. طبعا المعبد زيه زي أي معبد، صالة أولى صالة تانية قدس الأقداس، ولكن المعبد مش بحالته اللي هي أحسن حاجة زي معبد إدفو. طبعا سمعنا أكتر من رواية، ولكن المفيد إن الإله سوبك تغلب على الحكم وتغلب على الإله حورس، والإله حورس قرر إن هو ينهي الخلاف ويتنازل عن الحكم لسوبك، وده كان ضد رغبة الناس. يعني الناس كانت ميالة أكتر للإله حورس وما كانتش ميالة للإله سوبك، وطبعا ده أثر على أعمال الإنشاءات في وقت الإله سوبك، لأن الناس تخلت عن أعمال الإنشاءات وأعمال استكمال بناء المعبد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفيضانات على مر العصور مؤثرة بشكل ملحوظ على معبد كومومبو بالمقارنة مع معبد إدفو. معبد إدفو للعلم لقوه تحت من 16 ل 20 متر من الكثبان الرملية، وده حافظ عليه بشكل كبير. يعني معبد إدفو ما كانش باين من على وش الأرض، وكان مبني فوقيه بيقولك أكتر من 4 طبقات، يعني 4 طبقات ل4 حقب، سبحانك يا رب. وفي الآخر عثروا عليه يعني وشالوا كل الرمال وكل الطبقات اللي موجودة عليه. وده أخونا بقى وابن عمنا، احنا كنا جايين بالجلابية فخرا بالزي بتاعنا، الجلابية أو اللاسة، وحاولنا إن احنا نقدمهم بصورة تكون كويسة. لقينا برضو الراجل ده والأسرة بتاعته ما شاء الله عليهم، يعني يا رب يشوفوا الفيديو ده أكيد هيتبسطوا، لابسين الزي بتاعنا الجميل، وكانوا حاجة تشرف بصراحة. طبعا المعبد زي ما انتم شايفين بيطل على المرسى بشكل مباشر.